يلا نسمي الله ويلا نعمل مع بعض أحلى حواوشي اسكندراني تحفة بالشكل الجميل. دي فطاير مش حواوشي، من جمالها ومن شكلها هنعملها بطريقة سهلة، ومكونين هينقلوكي في حتة تانية خالص في طعم الحواوشي، وهيبقى تحفة تحفة، وهيكون متماسك وهاش وجميل جدا. وبجد هتاكلي معايا أحلى حواوشي جميل جدا. شوفوا العيش نفسه بتاعه خفيف جدا زي الفطير، واللحمة من جوه متماسكة وجميلة جدا. يلا هنعمل مع بعض الحواوشي الاسكندراني بتكاته وكل حاجة فيه تحفة. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونعمل مع بعض أحلى حواوشي اسكندراني تحفة، اللي بيقولوا عليه في اسكندرية العيش بلحمة. دي التوابل الجميلة بتاعت الحواوشي اللي هتنقلك في حتة تانية وهتديكي طعم فاخر من الآخر. ومعانا المكونات الجميلة زي ما احنا شايفين، وده بقى مكون جميل جدا، جوز الطيب اللي بيديكي الطعم التحفة. بيتكون العجينة أو اللحمة بتاعته من بقدونس وبصل وطماطم، ومعانا نص كيلو أو 500 جرام من اللحمة والفلفل الرومي. كل المكونات دي مع بعض هنبتدي نعمل منها عجينة حواوشي تحفة تحفة تحفة. بصوا احنا كده ظبطنا الدنيا. قطعت حزمتين البقدونس صغير قوي، فرمت البصل نص كيلو على النص كيلو من اللحمة. البصل لما بيكتر بيدي طعم تحفة. فرمت الفلفل الرومي واتنين طماطم تكون جامدة. البهارات اللي معانا 2 معلقة من الملح هتنزلي بيهم، والملح طبعا دي حاجة بترجع لك، يكون وسط لا مملح قوي ولا حادق. ومعانا معلقة من الباربيكا أو 2، تحفة طبعا جميلة جدا، اللي هو الفلفل الحلو. ومعانا الفلفل الأسمر اللي بيعمل التست العالي 2 معلقة. وكمان معانا معلقة من الكزبرة الناشفة. هنتبل كل الحاجات دي، والمكون التحفة الهايل جوز الطيب هتحطي منه نص معلقة. ده بقى بيعمل معانا شغل عالي جدا، خصوصا في اللحوم والعيش بلحمة أو الحواوشي. زي ما كلنا بنقول بيديله تتبيلة تحفة. ومعانا بقى البهار الخطير، في كده باكيتات بتتباع ال11 بهار، لو موجودة مش متواجدة أي بهار لحمة عندك. دول بقى المكونين اللي أنا قلتلك عليهم التحفة. معلقة من الدقيق بتعمل تماسك للعجينة بتاعة العيش بلحمة، ونص معلقة من البيكنج باودر بتديكي كده نفخة كده، وبيكون هش جدا وخفيف. يلا بقى اعجنيهم مع بعض عجنة حلوة قوي. ويلا بقى اديك الحاجة اللي أجمل وأجمل، الدقة التحفة بالفلفل الرومي الأحمر مع التومة، بضربهم في الكبة وبشيلهم في البرطمان. أنا عايزاها تكون سبايسي معايا، فهحط المعلقة دي لأنها بتدي طعم تحفة، بجد بتديكي تيست عالي جدا. ابتدي اعجنيها كويس قوي 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 قوي، وهتغطيها وتسيبيها بقى تاخد كده التتبيلة من بعضها مع نفسها من الصبح، من قبلها بيوم، في نفس الوقت، زي ما الشيء مستطاع معاكي. كل ما الحاجة بتتساب بتبقى أحسن. تمام كده خلصنا عجينة الحواوشي. يلا بقى نعمل العيش الجميل اللي هنعمله في البيت. بصي بقى، انا معايا كيلو من الدقيق، ومعايا معلقه صغيره ملح، 2 معلقه لبن بودر، معلقه سكر كبيره، وباكت من الخميره. هنبتدي بقى كله على بعض. المواد الجافه تعجني بايدك اوكي، مفيش مشكله. انا سوري هعمل بالعجانه، بحب طبعا ايدي شويه اريحها لانها مش بتستحمل المجهود. 3 معالق على الكيلو من الزيت، بس يكون ريحته حلوة. تمام، قلبي بقى كله على بعض خالص كده. كل المواد الجافة. الكمية دي يعني تحسبا كده هحط لها 1.5 كوباية من المية الدافية. انا الخميرة بتاعتي كويسة ودايما بعجن بالطريقة دي. لو قلقانة ممكن كوباية المية تحطي فيها الخميرة ومعلقة سكر وتسيبيها لغاية ما تفور معاكي، وبتنزلي بيها على الدقيق وبتبتدي تعجني طبيعي خالص. طبعا زي ما احنا عارفين العجين معانا
هيكون لو حسيتِ إنه خفيف هتحطّي دقيق، حسيتِ ماسك معاكِ شوية، شوية من المَيّة، وهتحطّي سلاح العجانة وهتعجنيها، سهلة جدًا، كل المواد الجافة مع كوبايتين المَيّة وبتبتدي تعجني لحد ما تبقى معاكِ عجينة طرية يابسة جميلة بالشكل اللي إحنا شايفينه ده، بالضبط ما خدتش معايا 7 دقايق عجنت العجين اللي هابتدي أحشي فيه اللحمة. بُصّوا العجينة جميلة جدًا زي ما إحنا شايفين، يالّا بقى في نفس الطبق اللي عجننا فيه هاحط نقطة من الزيت وهابتدي أسيبها ترتاح وتخمر معايا، ادّيها لو في الشتا هتاخد معاكِ تقريبًا ساعة، في الصيف ما بتاخدش نُص ساعة، عمومًا هنسيبها حوالي ساعة لحد ما بتبتدي تختمر معانا، غطيتها بالstretch wrap وهاحطها كده على جنب كده واسيب العجينة تبتدي تخمر معايا، وفي نفس الوقت اللحمة بتاعتنا بتتّبل وبتاخد طعم وtaste جميل جدًا، وكل الحاجات اللي حطيناها بتاخد من بعض. رجعت لها بعد ساعة زي ما إحنا شايفين، ما شاء الله عليها الله أكبر، اختمرت بالطريقة الجميلة دي، يالّا بقى كده إيه، نبتدي نطلّع الهوا من العجينة وابتدي جيبيها كده وادّيها كده لفة بإيدِك خفيفة، وهننزل بقى أنا حطيت دلوقتي المفرش اللي هاعجن عليه وابتدي أشتغل عليه، وهانزل بالعجينة وابتدي أضبّطها وأقسّمها كِوَر كده على قد اللحمة أو على قد ما هتبقى معايا العجينة. على فكرة الكيلو دقيق ونُص كيلو لحمة مع الحاجات والمكونات اللي حطيتها بتدّينا كمية كبيرة أوي. أنا لمّا جيت قسّمت العجينة قسّمتها بحوالي 17 كورة بالشكل ده هتعمل لنا 17 رغيف، والقطع الصغيرة عملتها أنصص، يعني نُص رغيف جميل، حطيتها غطّيها بقى بأي فوطة، بأي كيس عندِك مشمّع للتلاجة، وحطيها علشان ما تنشفش الوش، ويالّا بقى نشتغل في أحلى عيش بلحمة أو أحلى رغيف حواوشي. ابتدي بقى نزلت بمعلقة من الدقيق عشان ما تلزقش معايا، وابتديت أمسك كورة، كورة كده وبالمردنة ابتديت أفردها فردة خفيفة، مش لازم تخفّفيها أوي، لإن أنا هاعملها بطريقة كده حلوة وسهلة جدًا، بحيث تبقى شكلها حلو وما يفتحش معانا الرغيف واللحمة تكون مفرودة ومتساوية. هاورّيكم أول كام رغيف اشتغلت فيهم، هابتدي الطريقة اللي أنا هابتدي أقفل بيها وأحشي بيها اللحمة. فردت وجهّزت العيش وجِبت بقى اللحمة بتاعتنا الجميلة اللي اتبّلت وأخدت الطعم كُلّه، كُلّه من بعض. هابتدي أعمل إيه، بابتدي أمسك كده الرغيف وبالمعلقة مثلًا هتقسّمي ممكن اللحمة بتاعتِك على الأرغفة، تمام، أو تبتدي تحطّي مثلًا بتوازن بإيدِك حطّيت على كل رغيف كده كمية اللي تكفي الرغيف عندي، حطّيت حوالي كده 3 معالق، أنتِ يعني بالنظر بتوازني الحشو بتاعِك عايزاه كتير، عايزاه شوية، ده بقى أنتِ وذوقِك بيرجع لِك أنتِ، ابتدي قفّلي الرغيف كده زي ما بتعملي القطايف واعملي سُرّة واقفليه من جديد. الطريقة دي جميلة أوي، الرغيف ما بيفتحش معاكِ، الرغيف بيكون شكله حلو أوي، حاجة كده شبه الفطاير، قفلته زي السُرّة كده، وابتديت حضّرتهم كلّهم قدّامي، جِبت الصاجة دي بتاعة البوتاجاز اللي جاية مع البوتاجاز وباشتغل فيها خصوصًا في العجائن أو المخبوزات، ما كانش في ممكن صاج، ممكن صينية، أي حاجة موجودة عندِك في البيت ما تشغليش بالِك. ابتدى الصاج ياخد منّي تقريبًا 5 من الأرغف، بتبتدي إيه، تبطّطيه بقى لمّا بتحطّيه بتجيبيه كده من جوّه لبرّه بإيدِك دائري كده عشان يدّيكِ الشكل الجمالي ويكون الرغيف مستدير معاكِ وجميل أوي. لو حسّيتِ إنه بقى خفيف وفتح منِّك حتّة عجينة، هتفرديها وتقفلي أي فتحة منِّك، مش عايزاكِ تشغلي بالِك، يعني كُلّه هيتقضى وهيبقى جميل جدًا وكُلّه في الخبز بيبقى حلو. كده الصاج أخد معايا حوالي 4 من العيش أو 4 من الأرغف زي ما إحنا شايفين كده، شايفة الحتّة المفتوحة دي؟ عادي جدًا حتّة عجينة واقفليها ما تشغليش بالِك، الحاجات دي كلّها بتتداوى والحاجات دي ما تُقفيش عندها. جِبت بقى قطعة كده من الزبدة الجميلة ونوع من السمنة الحلوة، سيّحتها وابتدي كده بالفرشة امسحي
وش الرغيف عشان يطلع طري معاكِ وزي الفطير، بيكون تحفة. هاتي سمسم، هاتي حبة البركة، ما تشغليش بالِك، دي كلها حاجات يعني استثنائية بنجمّل، بندّي طعم بيها، مش مشكلة. وهنا برضه كان عندي صاج تاني، بُصّوا عملت الأرغف اللي هي النُص بالشكل الجميل زي ما إحنا شايفين، اللي هي العجينة الصغيّرة، واللي أنا كنت عاملاها كبيرة شوية عملتها رغيف كامل، وبرضه غطيتها كده مسحتها مسحة بسمنة أو زبدة تكون ريحتها جميلة. بُصّوا بقى طريقة الخبز معايا، هابتدي أولّع الفرن ويسخن درجة حرارة 180، حطيتها من تحت، أول ما اترفعت كده بقى بُصّوا مع السِوَى الرغيف بينفُخ ويتنفخ ويبقى جميل جدًا، وابتدي بالمقصوصة ابتدي اقلبيه، مش تحطيه بقى في الشبكة وتستني لأ، ده كلّه كده يدوي هتبتدي تشتغلي بيه وأنتِ حاطاه في الفرن بإيدِك، أول ما تلاقيه من الجناب ابتدى يحمر والرغيف نفخ زي ما إحنا شايفين، اقلبيه كده واستني جنبه، ما بياخدش 7 دقايق، 10 دقايق في الفرن، وبعد شوية ابتدي بإيدِك كده بُصّي خلاص، سهل جدًا في طريقة التسوية بتاعته، وابتدي بقى ارفعي العيش اللي استوى تمام في صينية، وطبعًا لو أنتِ عايزاه يبقى كده crispy كده وناشف بتسيبيه، لكن طبعًا عشان يبقى طري معانا وزي الفطير وجميل، هاتي أي ورق فويل أو غطا حلة المتواجد عندِك وابتدي اقفليه. هنا برضه ابتدينا نسوي الصاج، بُصّوا الجمال، بُصّوا الشكل، ابتدي ينفخ معانا ويبقى تحفة، حاجة كده فطير مش عيش أبدًا. طبعًا سيبوكم بقى من خبز الأفران، بتعملي حاجة على إيدِك مضمونة نضيفة، طعمها بجد بيبقى تحفة. كده خلّصنا كل العيش، خبزناه وغطيناه تمام، ويالّا بقى نقدّمه. عملنا 17 رغيف من نُص كيلو لحمة بالخضرة والمكونات اللي حطيناها في عجينة اللحمة نفسها. بُصّوا الرغيف منفوخ معايا وخفيف وتحفة، فطير يا جماعة مش عيش بلحمة. سيبيكِ بقى من حاجة الشارع والحاجات اللي برّه، ويالّا بإيدِك الجميلة واملي البيت خير وبركة وتحفة، تحفة، تحفة، مالي ريحة البيت، مدفّي البيت، جميل جدًا. وبعدين بيدّي معانا كتير، ضامنة لحمتِك، ضامنة خضارِك، ضامنة الخبيز بإيدِك، بكل حاجة نضيفة. عملنا أحلى حواوشي اسكندراني، أحلى عيش بلحمة. ويالّا نعمل لايك وشير ونفعّل الجرس على الكل.